المهم انهم مش واخدين خوانه ابدا، مش حاسين اني كشفتهم وعرفت حقيقتهم. المهم انك تكون ضللت البوليس ومحدش منهم كان وراك. انا قلت لك اني سبتهم مستنياني لما اخرج من تواليت العموم. انا ما حذرتك من حبك لدمي وما سمعتش كلامي. خليتني انا شخصيا احزر عشان خاطرك، وادي النتيجه. التنظيم اللي بنيناه في سنين انتهى. وطبعا دلوقتي لازم اهربك حالا اخفيك، مش كده؟ قبل ما اصفي حسابي معاهم انتقم منهم. انت مجنون؟ لا مجنون لو ما خلصتش عليهم واحد واحد بايدي. لو اسيبهم يعيشوا فاكرين انهم ضحكوا على عصمت كاظم. لو اسيب لهم 60,000 جنيه وال40,000 دولار. وايه هي الخطه الجهنميه اللي رسمتها العبقريه الفذه؟ ارجوك ما تسخرش مني، انا تلميذك النجيب، ومهما كانت الظروف ضدي انا اللي هضحك في الاخر، مش هما، مش اي حد. المهم بعد ما اخلص شغلي الاقيك على اول كوبري بعد الكباريه على السكه الزراعيه، تاخدني توديني عزبتك استخبى هناك لغايه ما تلاقي لي طريقه اخرج بيها من مصر. هستناك عند الكوبري، بس ممكن تشرح لي هتعمل ايه؟ انا فهمتهم اني بعد ما اجيب المجوهرات هقابلهم في شاليه في صحراء سيدي.